السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. أحد أعز أصدقائي تواصل معايا النهاردة وبعت لي هذا المقطع. الله يا رب، يعني احنا فهمنا من الآية دي ان احنا هنيجي في الصلاة الحركية دي، ما هو مش عارف يشرحها في المصحف هيقول لي وطي وقوم ازاي، ما هو مش عارف يشرحها في المصحف هيقول لي وطي وقوم ازاي، ما هو مش عارف يشرحها في المصحف هيقول لي وطي وقوم ازاي. زي ما سمعنا مع حضراتكم دلوقتي، هذا الشحروري أساء لرب العالمين جل جلاله واتهمه بالعجز والجهل، ومن شهر تقريبا أساء للإمام الشافعي ولم يتحرك أحد، وقبلها أساء للصحابة رضي الله عنهم ووصفهم بأنهم لم يفهموا القرآن ولم يفهموا اللغة العربية، وقبلها أساء هذا المجرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمه بأنه خان الرسالة ولم يبين القرآن كما أمره الله عز وجل في القرآن. ربنا بيقول للرسول: لتبين للناس ما نزل إليهم. ومع هذا الصمت ومع هذا السكوت خرج هذا الشحروري اليوم من جديد ليسيء لرب العالمين جل جلاله ويتهمه بالجهل والعجز. وكل هذه الزندقات تقال على الفضائيات في بلد الأزهر، كل هذه الكفريات تقال في مصر بلد 120 مليون نسمة بأغلبية 95%. واحد بلطجي مجرم خبيث بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى مش عارف يشرح لنا طريقة الصلاة في المصحف، ما هو مش عارف يشرحها في المصحف هيقول لي وطي وقوم ازاي. كيف يتجرأ هذا المخلوق الهزيل الضعيف العقل والفكر على خالق السماوات والأرض ويصفه بأنه لا يعرف كيف يشرح حركة ركوع وسجود في القرآن؟ وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. اللهم إنا نعتذر إليك ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منهم. الله جل جلاله هو الذي خلق الإنسان وخلق له المفاصل وعلمه النطق والبيان، فكيف يكون واهب البيان عاجزا عن الشرح والبيان؟ انت متصور المصيبة يا أخي؟ ربنا اللي خلق الإنسان مش هيعرف يبين للإنسان طريقة الصلاة والزكاة، ولذلك ربنا جعل الإنسان المخلوق ده هو اللي يبينها لأنه عاجز عن البيان والعياذ بالله، كما يقول هذا المجرم المفتري. ما هو مش عارف يشرحها في المصحف هيقول لي وطي وقوم ازاي. بقى ربنا عز وجل اللي أرسل الرسل وأنزل الكتب وفصل الشرائع والأحكام، وفصل أحكام الزواج والطلاق والعدة بدقة متناهية، ووصف أهوال يوم القيامة وتفاصيل الجنة والنار بطريقة فريدة تجعلك كأنك تراها رأي العين. ثم يأتي هذا العاجن عصمت عميل مؤسسة راند الأمريكية عشان يتهم رب العالمين جل جلاله إنه مش هيعرف ينزل آيات يشرح فيها طريقة الصلاة والزكاة. وهذه هي النتيجة الحتمية للفكر الشحروري الخبيث. والله يا جماعة، الواحد لما بيسمع الأشكال دي بيفتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين جل جلاله: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد والعياذ بالله. لو قاعد طول الحلقة عمال يغمز بعينه كده بطريقة غريبة زي العيال الصيع. أقيموا الصلاة. يعرفوا منين قصة خلق الإنسان؟ بتفترض إن فهمك أصل مثل الأصل، بتقول أنا فاهم اللي ربنا قاله زي ربنا. وانا لو ده الصراط على فكرة فيه الوفاء بالعهد، خلي بالك، وفي شهادة الزور. صح، خلاف لكن عليها. اقعد لغايه ما ابقى عجل، اقعد لغايه ما ابقى عجل، اقعد لغايه ما ابقى عجل. يا أخي الكلام ده خليك تحس إنك بتتعامل مع واحد بلطجي. ثانيا، ما يفعله هذا المخلوق الشحروري هو أحد أهداف منصة مجتمع التابعة لمؤسسة راند الأمريكية، وهو نشر الكفر والإلحاد والزندقة بين المسلمين. والعجيب يا أخي إن هو قال الكلمة دي والمذيع عدها عادي ولا كأنه قال حاجة غلط، بل بعدها بيقول له إحنا كده متفقين ان احنا هنيجي في الصلاه الحركيه دي، ما هو مش عارف يشرحها في المصحف هيقول لي وطي وقوم ازاي، فهيجي على الصلاه الحركيه دي وهيجي على نسبه الزكاه بيحيلهم على سيدي رسول الله. صحيح. وبعدين يخلي جبريل يعلمه، وبعدين هو يعملهم قدامنا، وبعدين احنا نقلده فيهم. دي اسمها سنه رسوليه، أيوة مش طيب. سنه نبويه. احنا كده متفقين اهو. متفقين على ايه بالظبط؟ المخلوق اللي قاعد قدامك ده شتم ربنا قدامك واتهمه بالجهل والعجز عن البيان، وتقول له احنا متفقين؟ وكأن الطبيعي يا اخي ان يقال عن رب العالمين جل جلاله انه مش عارف يشرح طريقة الصلاة. شفت يا اخي مدى قبح الكلمة اللي قالها المجرم ده في حق الله؟ ده بيقول الكلمة دي عن مالك الملك وملك الملوك جل جلاله سبحانه وتعالى. لكن الامر كما قيل: من امن العقوبة اساء الادب.
اللي يأمن من العقوبة يسيء الأدب. واحد عارف إنه هيشتم ربنا عادي، فإيه المنع إنه يعملها على الهوا كده والموضوع يعدي وكله تمام. يا أخي حتى كلمة ركوع وسجود المجرم مش عايز ينطقها، يقول لك إيه نوطي ونقوم. ان احنا هنيجي في الصلاه الحركيه دي، ما هو مش عارف يشرحها في المصحف، هيقول لي وطي وقوم ازاي؟ هي حركات الصلاة دي ملهاش اسم يعني؟ ما تعرفش إن اسمها ركوع وسجود وقيام؟ حتى كلمة ركوع وسجود وقيام مش عايز ينطقها. ثالثا، هل ربنا سبحانه وتعالى ما شرحش كيفية الصلاة والزكاة في القرآن لأنه مش هيعرف يشرحها كما يقول هذا المجرم، أم لأنه سبحانه قد اختار نبينا وقدوتنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذه الوظيفة؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين القرآن، والكلام ده مذكور في آية واضحة وصريحة تمام الوضوح والصراحة في القرآن الكريم. وهذه الآية يكفر بها جميع منكري السنة النبوية حتى لو أنكروا ذلك بلسان المقال. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآية دي بتبين مراد الله سبحانه وتعالى من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن ليكون كتابا يقرأ فقط وكل واحد فينا بقى يطبقه بمزاجه، لا، أرسل لنا مع القرآن نبيا مبينا لتكون حياة هذا النبي بيانا عمليا وتطبيقا حيا للقرآن الكريم. هذه الآية تبين أن من أهم وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيان القرآن للناس لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أسند إليه تكليفا وتشريفا له وتأسيسا لمرجعيته وتدريبا للأمة على طاعته والانقياد لأمره، وليس تعويضا لعجز في الله كما يقول هذا المجرم. بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في إعلان واضح من رب العالمين سبحانه وتعالى لحاجة الأمة الإسلامية والبشرية لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم منه بيان القرآن. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انتم مش هتعرفوا تصلوا إلا لما ترجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، مش هتعرفوا تزكوا إلا لما ترجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، مش هتعرفوا تفسير القرآن وبيان آيات القرآن الكريم إلا لما ترجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخي حتى كلمة لتبين هنا ممكن نستفيد منها عدة فوائد مهمة جدا، ركز معايا. الفائدة الأولى إن البيان ممكن يكون بالقول والفعل والإقرار، والكلام ده معناه إن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره كل ده داخل في معنى البيان، وهو ده إثبات السنة القولية والعملية والتقريرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية إن ذكر البيان في الآية يقتضي وجود شيء يحتاج إلى بيان، وإلا لكان ذكر البيان لغوا، والقرآن طبعا منزه عن اللغو. والفائدة الثالثة إن البيان هنا لو كان معناه مجرد تبليغ القرآن لكان هذا أيضا من التكرار غير المفيد، لأن التبليغ مذكور بالفعل في آيات أخرى كثيرة. فكر كده في الثلاث فوائد دول كويس جدا عشان هينفعوك لما تيجي تناقش أي واحد من جماعة الشحارير من منكري السنة النبوية، لأن إنكارهم للسنة معناه الطعن في بلاغة القرآن الكريم. رابعا، هذا المجرم حاول يلعب لعبة خبيثة كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء ان لعبته دي تتقلب عليه. عارفين المقطع بتاعه ده كله كده حلقة حوالي نص ساعة تقريبا، هو عايز يوصل ليه؟ عايز يقول ايه منها؟ عايز يتهم المسلمين انهم بيقولوا ان القرآن ناقص عشان المسلمين بيؤمنوا بالسنة النبوية، وكرر الكلام ده عدة مرات. السلفيين في مصر والتراثيين عموما يعني بيدعوا ان كتاب الله ناقص، بيقولوا انه ناقص. لا، ما هو السلفي كل جهاده انه يقول لك ان الكتاب ناقص عشان يقول لك ان في كتب بتكمله، جهاده كله عايز يثبت لك ان كتاب الله ناقص. امال هو بيجاهد في ايه؟ عشان الجماعه اللي بيقولوا القران ناقص. كل جهاد السلفيين وكل جهاد التراثيين ان يثبتوا لسيادتك ان كتاب الله ناقص. خدت بالك هو كررها كم مره؟ طب هو بيقول كده ليه؟ عشان احنا بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين للقران، زي ما ربنا قال لنا في القران لتبين للناس ما نزل اليهم. طب ايه رايكم بقى ان هو بنفسه في الحلقه دي رجع تاني وقال نفس الكلام بتاعنا؟ فكل المصحف اطيعوا الله والرسول مقرونين ببعض، الطاعه مقرونه. صحيح. يجي في ايه واحده يا فندم يجيب الرسول لوحده طاعته مفرده. بص الايه بتقول ايه بقى، 56 سوره النور، عشان الجماعه اللي بيقولوا القران ناقص. اقيموا الصلاه واتوا الزكاه تمام واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الله يا رب، يعني احنا فهمنا من الايه دي ان احنا هنيجي في الصلاه الحركيه دي، ما هو مش عارف يشرحها في المصحف، هيقول لي وطي وقوم ازاي؟ فهيجي على الصلاه الحركيه دي وهيجي على نسبه الزكاه بيحيلهم على سيدي رسول الله. صحيح. وبعدين يخلي جبريل يعلمه وبعدين هو يعملهم قدام
قدامنا وبعدين احنا نقلده فيهم، دي اسمها سنه رسوليه. إذا حسب هذا الكلام هذا الكائن الشحروري رجع تاني بنفس طريقته ووصف القرآن إنه ناقص ومحتاج للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يبينه لنا ويبين لنا كيفية الصلاة والزكاة. عشان تعرفوا بس يا جماعة إن إلزامات أهل السنة للمجرمين دول إلزامات قاتلة وأنهم لا يملكون الجواب عليها. كانوا بيقولوا إحنا هناخد بالقرآن فقط، فلما سألناهم طيب إزاي هنصلي ونزكي وتفاصيل الصلاة والزكاة مش مذكورة في القرآن، دلوقتي عملوا إيه؟ رجعوا وقالوا خلاص هناخد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الصلاة والزكاة. يا أخي الناس دي عندهم نفس الطبع الفرعوني اللي هو لما يتزنق وما يلاقيش مخرج يبدأ يسلم ظاهريا بما يقوله أهل الحق زي فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يا واد يا مؤمن، يا واد يا مؤمن، بفضل الله السؤال بتاع تفاصيل الصلاة والزكاة إنها مش موجودة في القرآن ده سؤال قاتل وملوش إجابة. هيقول لك ايه بقى؟ هيقول لك طب الصلاه عرفناها منين والمغرب جه 3 ركعات فين؟ الكلام ده بسمعه طول النهار. صح، ده السؤال اللي اتسأله ولذلك جاوب عليه بالإجابة اللي سمعناها من شوية. فلازم ولا بد وحتما وغصب عنه يرجع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو حتى ظاهريا أمام الناس. والمهم إن هو في كيفية الصلاة والزكاة قال لك نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم عشان هو إيه اللي يبينها، لكن هو مش عارف إن هو كده وقع في شر أعماله. عارفين ليه يا جماعة؟ هو ليه جه عند الصلاة والزكاة واعترف إن إحنا لازم ناخد تفاصيلهم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان الآية بتقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. عشان يعني إيه؟ طاعة الرسول جاءت مقرونة في سياق الكلام عن الصلاة والزكاة. فهيجي على الصلاه الحركيه دي وهيجي على نسبه الزكاه بيحيلهم على سيدي رسول الله. صحيح. وبعدين يخلي جبريل يعلمه وبعدين هو يعملهم قدامنا وبعدين احنا نقلده فيهم، دي اسمها سنه رسوليه. مش بقول لكم يا جماعه ان هو فعلا وقع في شر اعماله؟ طيب ما هو في ايه تاني فيها الامر بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الايه دي ما ذكرتش ان احنا نقتدي بيه في الصلاه والزكاه بس، لكن الايه قالت ان الرسول كله صلى الله عليه وسلم قدوه للمسلمين. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. واخد بالك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول كله عليه الصلاة والسلام قدوة للمسلمين، يعني مش في الصلاة والزكاة بس كما يدعي هذا الكائن الهلامي. وأيضا يقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أهو النبي صلى الله عليه وسلم مذكور بلفظ الرسول والآية بتقول وما آتاكم الرسول فخذوه، ما اسم موصول عام يفيد العموم، وهذا يشمل كل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء قولا أو فعلا أو تقريرا. والآية ما قالتش ما آتاكم في الفيء فقط، ولا ما آتاكم في القرآن فقط، ولا ما آتاكم في الصلاة والزكاة فقط. الآية جاءت مطلقة وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني أي أمر يأمركم به الرسول تنفذوه وأي شيء ينهاكم عنه تنتهوا عنه. يعني الموضوع مش خاص بالصلاة والزكاة فقط. عرفت بقى يا شحروري إنك جاهل ومالكش فيها؟ خلي بالك أنا دلوقتي ضربتك بنفس القاعدة بتاعتك في الاستدلال وأتحداك أمام الناس إنك ترد على الكلام بتاعي ده بشكل علمي صحيح وسليم ودقيق. وكمان على فكرة في نقطة تاني، أنت قلت إن الصلاة عبارة عن حركات، طيب هل الزكاة كمان عبارة عن حركات ولا دي نسبة محددة مشروحة في السنة النبوية القولية من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بصوا كده يا جماعة، في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. خلي بالك من كل 200 درهم في 5 دراهم، يعني من كل 100 درهم تطلع 2.5 لما يحول عليهم الحول. دي كده سنة قولية مش سنة فعلية ولا صلاة حركية زي ما هو بيقول، صح كده؟ يعني في النهاية انت رجعت للسنة النبوية تاني بعد ما كنت بتهاجم المسلمين عشان بيؤمنوا بيها. ده انت وصفت المسلمين انهم بيقولوا ان القرآن ناقص عشان بيؤمنوا بالسنة القولية، وانت دلوقتي لما اتزنقت طلعت آمنت بالسنة. يعني انت كده بتؤمن ان القرآن ناقص. شفتوا الاجرام بتاعه وصلوا لفين؟ انا يا جماعة بطالب المسؤولين انهم يحكموا هذا المجرم عن وصفه للقرآن بالنقصان وايضا لوصفه لرب العالمين سبحانه وتعالى بالعجز والجهل. خامسا، اللي يغيظك يا اخي ان هؤلاء المجرمين شوية جهلة حتى في قراءة القرآن. يا اخي حتى القرآن الكريم مش بيعرف يقراه. اقيموا الصلاة واقيموا الصلاة اسمها الصلاة. ما حدش قبل كده قال لك ان تاء فتحة تاء؟ ما تعلمتهاش قبل كده؟ مين يا ابني اللي علمك ان تاء فتحة طاء؟ ده يا جماعة محتاج يروح الكتاب من اول وجديد. وادي كمان ادلة تاني على جهله وسوء ادبه
مع رب العالمين سبحانه وتعالى ومع القرآن الكريم. ايوه، مع المتشابهات دي اللي الرسول كان بيوضحها. المتشابهات دي اللي ايات البيانات البصائر دي اللي هيوضحها العلم مش الرسول. ايات البيانات اللي ربنا حكى عن قصه خلق الكون، مين اللي هيفضحها؟ مين اللي هيفضحها؟ مين اللي هيفضحها ومين اللي هينورنا بيها ومين اللي هيطلعها؟ ربنا قال ستعلمون نبأه بعد حين. ربنا هيفضحها هو لما ربنا سبحانه وتعالى يقول حاجة معينة في القرآن وبعد كده الحاجة دي يكتشفوا أدلة علمية تؤكد على ما قاله القرآن الكريم. احنا نطلع نقول ربنا فضحها؟ ألا يعلم هذا الشحرور البلطجي إن كلمة فضيحة تقال في كشف الأمور السيئة؟ ارجعوا يا جماعة لكتب اللغة العربية زي كتاب تهذيب اللغة للأزهري، بيقول لك الفضيحة اسم لكل أمر سيء. ويقول المناوي الفضيحة انكشاف مساوئ الإنسان. يعني كلمة فضيحة بتتقال عن الحاجات السيئة. هل بقى الاكتشافات العلمية المؤكدة لصحة الإسلام دي تتسمى فضيحة؟ يعني حتى الأدلة والاكتشافات العلمية اللي بتؤكد على صدق القرآن يطلع الشحروري المتطاول على القرآن ويسميها فضيحة. بالله عليكم، هل الكلام ده ينفع يتقال عن القرآن الكريم؟ طبعا يا جماعة الكلام ده جزء من العجن اللي هو بيعجنه وهو بيقرأ آيات القرآن الكريم. ربنا قال ستعلمون نبأه بعد حين. ستعلمن ولا تعلمن نبأه بعد حين. كلها قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. برضو غلط. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما هو حرف اللام عليه فتحة اهو. قل تعالوا هو مجرد عميل مستأجر للتطاول على القرآن الكريم وعلى مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وتشويه صورة الإسلام وعلماء المسلمين في عيون المسلمين. والأشكال دي يا جماعة عدت علينا كتير على فكرة. سادسا، هذا المتطاول على رب العالمين بيقول فكل دول خدامين لإسرائيل. أنا بشوف كده. ما احنا ما اختلفناش على ده. فهم أخطر على مصر. هذه الطيارات الإرهابية أخطر على مصر. ما تقوليش أمريكا ولا روسيا ولا بس قطر. دول أصلا ما عندهمش فهم مطلق. ما هم في المخابرات الإسرائيلية هم بياخدوا آيات يشتغلوا عليها. في الموساد اسمهم المغفلون النافعون. ملفاتهم اسمها كده. ملفات دي حقيقة لازم اسمهم المغفلون النافعون. مغفل نافع. يا سلام عليك. طيب ما هو انت عرفت منين ان اسمهم داخل ملفات الموساد المغفلون النافعون؟ هل الموساد طلع واعلن عن الاسم ده؟ انا قارئ على فكرة في هذا الباب وعمري ما وقعت على معلومة ان الموساد اعلن عن هذا الاسم، ورجعت بحثت تاني بعد ما سمعت كلامك ده ما لقيتش اي تصريح للموساد بيقول ان هم عندهم ملفات بعنوان المغفلون النافعون. حلو قوي. انت بقى هتعرف معلومة زي كده ازاي الا لو انت كنت شغال مع الموساد؟ ما هو يا اما انت الواد الجن اللي لا بيهدى ولا بيون وعندك بقى جواسيس داخل الموساد وهم اللي قالوا لك على المعلومة دي، وطبعا انت شكلك وهيئتك ومؤهلاتك العقلية والعلمية والنفسية لا تؤهلك للمستوى ده يعني، ويا اما انت فعلا شغال مع الموساد وجبت المعلومة منهم، وده الواضح جدا من كلامك انت ويوسف ابو عواد وبقية الشلة بتاعت شحرور ومنصة مجتمع. يا ابو عمر انت كده بترمي الناس بالباطل بقى يا حبيبي. افهم، مؤسسة راند الأمريكية بنفسها اللي هي عايزة تستأصل الإسلام من قلوب المسلمين، المؤسسة دي نشرت تقرير إنهم هيستخدموا بعض الخونة والجواسيس عشان ينفذوا الأجندة بتاعتهم، وذكروا من ضمن الجواسيس دي اسم شحرور. ومنصة مجتمع دي كلها كده قائمة على أفكار شحرور، فأي واحد يشتغل معاهم ده يا إما بقى مغيب ومش فاهم حاجة خالص ومش فاهم هو رايح فين، ويا إما ده كمان جاسوس وخاين وعميل. والمؤسسة دي بتديرها واحدة يهودية نمساوية اسمها شيريل بينارد. مؤسسة يهودية أو مؤسسة أمريكية بتديرها واحدة يهودية. حضرتك بقى اربط الأمور ببعضها. ونرجع للسؤال بتاعنا تاني، عرفت منين يا جاسوس إن الموساد عنده ملفات اسمها المغفلون النافعون؟ عرفت منين؟ الحمد لله إن هو فضح نفسه بنفسه. سابعا وأخيرا، هذا المخلوق بيقول إن كلمة الرسول في القرآن بمعنى الرسالة. مصحف كله أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله والرسول، جاي مقرنين مع بعض. الله والرسول، والرسول هنا يعني الرسالة، مش يعني النبي شخص سيدنا محمد، لا الرسول يعني الرسالة. إذن هو دلوقتي بيقول إن طاعة الرسول لما تذكر مع طاعة الله يبقى الرسول هنا بمعنى الرسالة ومش معناها شخص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بناء على الكلام بتاعك ده حللنا بقى المعضلة دي. في سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. حسب كلامه يبقى المعنى إيه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسالة واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسالتنا البلاغ المبين. يعني رسالتنا هي اللي لازم تبلغ نفسها للناس. يا أخي فعلا الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. وهو ده آخر الشحرير يا إخوة، هو ده آخر الشحرير. خلي بالك الناس دول كل ما بتيجي في دماغ واحد فيهم فكرة يطلع يهبدها كده زي ما هي، مش بيفكر الكلام ده رايح فين ولا جاي منين ولا الكلام ده صح ولا غلط ولا في دماغه. المهم في النهاية يطلع ينكر السنة النبوية
ويطعن في علماء المسلمين زي ما أسياده بيأمروه عشان يقنعوا المسلمين بالفكرة الغبية بتاعتهم دي. ولن يستطيعوا الوصول لهذا الهدف أبدا بإذن الله. خذوا مني هذه الكلمة أيها الإخوة، لن يصلوا لهذا الهدف أبدا بإذن الله. ليه؟ انت ابو عمر يعني انتوا جامدين؟ لا، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حفظ الاسلام، والاسلام قرآن وسنة نبوية شريفة، فلا بد ان تحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن بحفظ الله للقرآن. الإسلام محفوظ بحفظ الله عز وجل له، قرآن وسنة. لكن الخوف يا جماعة على بعض المسلمين من ضعيف العلم والإيمان إنهم يصدقوا أكاذيب مؤسسة راند الأمريكية اللي بتلقى عليهم على لسان شحرور أو لسان يوسف أبو عواد أو عاجن عصمت أو غيرهم من الدجالين في منصة مجتمع. ويكفي المسلم العاقل إنه يعرف إن هذه المنصة الخبيثة بيديرها واحد ملحد اسمه أدونيس. وأخيرا، لا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في فلسطين والسودان وسوريا والعراق واليمن وبورما وتركستان الشرقية وفي كل مكان بالنصر والعز والثبات والتمكين. ولا تنسوا نشر الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.